تركيا مش بس اسطنبول، في مدينة بيجيلها المشاهير من كل حتة، فيها بحر تحفة، بازارات وأكل حلو، فيها أفخم فنادق في تركيا، وكمان موجود فيها واحد من أكبر الأوبن اير مولز بيبص على البحر، وموجود فيه كل البراندات العالمية الفخمة. في الفيديو ده هوريكم الفرق ما بين الجزء الشرقي والجزء الغربي من بودروم، وهقول لكم اقتراحات لفنادق وأماكن تروحوها في الناحيتين. تقدروا تروحوا بودروم عن طريق مطار اسطنبول او صبيحة بالطيارة، او تاخدوا عربية او باص، بس الطريق هيكون طويل شوية. واحنا رحنا بعربية لان احنا كنا موجودين في فتحية، وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو بتاع فتحية لانها واحدة من احلى الاماكن اللي ممكن تروحوها في الصيف في تركيا. والطريق كان حوالي 3 ساعات من فتحية، وبجد كان خطير. اول يوم وصلنا فيه بودروم احنا على طول نتمشى للداون تاون اريا او اللي بيسموها مركزة، واحنا بنتمشى كده حاجه when you don't have a plan لقينا بازار اللي هو زي ماركت كده على البحر على طول، لوكال براندز بقى حتى حاجاتها وبتاع خطير. نفسي ممكن نجيب ايه؟ اشك سيفلي كيوت كيوت اوي، بس هما هشين اوي يعني، لو خدناهم معانا هيتكسروا في 5 دقايق. ايه بقى اللي ب50 ليرة بقى؟ دي تحفة دي. بونيكا الألفة تشكلها يورو تشكلها ده كشك. انا دي لذيذة قوي بجد. مش فضل تحفة. سوشي. بصراحة السوق ده كان مليان حاجات مختلفة، من اكسسوارز وشنط ولبس وحاجات كتيرة جدا. وكمان البلدية كانت عاملة حفلة حلوة جدا وجايبة مغنية، واحلى حاجة ان الحاجات دي كلها ببلاش، ولا محتاجة QR كود ولا محتاجة اي فلوس عشان تدخلها. بس اكتر حاجه كانت عاجبانا هناك هو طبعا الاكل، ولاحظنا ان الناس هناك كانت لابسه الزي التقليدي بتاعهم، فحبينا نستغل الفرصه دي ان احنا نجرب حاجات مختلفه من الاكل التركي. من احلى الحاجات اللي جربناها هناك هي الجزلمه، ودي بتبقى عجينه محشيه بطاطس، جبنه او سبانخ. Mısırlıyız. Evet. Mısır'da nereye geliyor? Instagram var. Evet. Evet. 3 yapraklı yoncalar. Ne bunlar? Bu bizim bu bölgede keşkek deniyor. Ha. Buğday ve tavuktan tereyağıyla karışımı. Bu etli, bu tavuklu. Ha. Çok güzel. Yani bu 4-5 saate pişen bir şey. Sabahleyin 5'te 4'te vurduk hatta biz bunu. 9-10'a kadar pişti. Çok güzel. O yüzden yapması zahmetli. Fiyatı biraz ucuz. Yemesi de güzel yani, onu da söyleyeyim. Evet. Keşkek. جربنا حاجات كتيرة قوي، تعالوا نقول لكم رأينا فيهم ايه. كوبيبة هي شبه بتاعتنا شويه، بس هما يعملوها بالطول بجد شكلها خطير. شويه تحفه يعني، الناس كلها ماسكه ورق عنب. محشي ورق عنب. هم عندهم ورق عنب something important، فاحنا قررنا احنا نجرب بتاعهم نشوف ايه الفرق ما بين ده وبين المصري. اللفه بريسايز قوي. لذيذ بس ناقصه دكتور رمان. التتبيلة مختلفة، الرز مختلف. مختلف شويه. الرز مش مستوي قوي، مش مستوي، مش احلى حاجه يعني، هو حلو بس قصدي مستوي. هو التتبيلة بتاعت الرز والسوا نفسه مختلف قوي عن المصري، بس I would say مصري wins الصراحه. Başta. 4 kaşık çekseydik paylaşırdım. ما علينا. الشباب
معانا كان برتقال بيعصروا. ومعانا رمان. الرمان مهم قوي عندهم هنا، الكالتشر مليانه رمان في كل حته، فرمان ونص شويه تلج بس يسحب فيها بس هو ياكل. لا بس حلو قوي، بس الجماعه كانت غاليه قوي يعني، دفعنا كام؟ 300 ليره في الكوبايتين دول، مش عارفين ليه 92 ليره. كتير قوي. جرب تطبيق. لسه في تشيك كفته. حلوه موت. حلو جدا. مش لسه باينه؟ حاجه مسلسلات يعني. بوريك. هي حلوه فعلا؟ يعني مش عارفه اوصفها لكم، بس هي مش كفته، هي حاجه تحسها كفته بس هي لسه ما اتحمرتش، ما استوتش. تقريبا فيها بورغل صح؟ هما بياكلوها بالسلطه. هي دي مش تشيك كفته العاديه، دي تشيك كفته بالمرجماك اللي هو العدس. بجد؟ يعني تشيك كفته بالعدس. طعمها مختلف، انا اول مره ادوقها بصراحه. جربها. بس طعمها لذيذ. في الاول هتلاقيها غريبه شويه كده بس حلوه. لا قوي. لذيذ بس حلو. بس هي سبايسي شويه. مش عارفه شبه ايه، شبه الحمص. وقررنا بعد ما جربنا كل الاكل الخطير ده ان احنا هنمشي نكتشف الجزء الشرقي من بودروم. احنا دايما لما بنيجي نيو سيتي بنقعد نتفرج على الووكينج تورز بتاعتها، ان حد بيكون ماشي كده ويقعد يصور لك السيت شكله عامل ازاي عشان يكون عندك شويه توقعات للمكان اللي انت رايحه. فخلينا ناخدكم في very short cut لشويه تمشيه في السيتي سنتر بتاع بودروم. بيت مسلسل قوي. جماعة ده ريل استيت شوب يعني ريل استيت تحفة. طب ما انا عندي فكره، هو اللي احنا كنا ماشيين فيها دي بيوت ولا دي شوبس ولا ده خان الخليل؟ هو ده ايه؟ يعني الناس مثلا عايشه في وسط اللذاذ دي كده عادي؟ بجد اللي يعرف يقول لي يا جماعه، اكتبوا لي في الكومنت. ده العيش بتاعهم بيج عيش فينو. اعتقد ان احنا في حته توريستي. علي راح يغير فلوس. صح. المكان اللي احنا بنتمشى فيه ده هو الجزء الشرقي من بودروم، وده اللي بيعتبروه السيتي سنتر بتاع المدينة، وهو اللي كان موجود فيه البازار اللي كنا فيه من شوية. واخر حاجة هقولكوا عليها في الجزء الشرقي هو الفندق. هتلاقوا اسعار الفنادق في الجزء الشرقي ارخص بكتير من الجزء الغربي، والفندق اللي احنا كنا قاعدين فيه اسمه جومبت، وبصراحة كان فندق لطيف جدا لانه مكانه كان موجود في السنتر، وكمان كان سعره كويس قوي ب30 يورو في اليوم بالفطار، وكان في بول كبير قوي بيبص على منظر تحفة في بودروم، وفطارهم كان لذيذ، فبصراحة كان سعره حلو قوي، انصحكم بيه. وتاني يوم قررنا ان احنا نروح الجزء الغربي، وده اللي هتلاقوا فيه معظم الفنادق اللوكجوريوس او الفخمة والغالية جدا. واول حاجة عملناها هناك اننا رحنا يليكافاك
مول اللي معروف هناك انه بيضم مجموعه كبيره قوي من البراندات العالميه الفخمه. وكمان حلاوه المول ده ان هو اوبن اير، كله مفتوح وكمان على الميه، وفي مارينا كبيره جدا فيها يخوت وكافيهات تحفه. وكمان عجبني قوي هناك مطعم اسمه سولت، كان الفيو بتاعه خطير. اوريكم شويه من الحاجات اللي ممكن تلاقيها في المول. وبالليل نزلنا نتمشى في المارينا ولقينا بارتيز كتيرة قوي في كل حتة، ودي حاجة معروفة قوي عن بودروم ان هي مليانة حفلات. بالليل في بودروم مش تعرفوا ودانكو تسمع ايه ولا ايه، من كتر ما في مزيكا في كل حتة، مش زي بقى فتحية وكده، لا هي بجد فاتحة. يعني الساعة دلوقتي 11:30 بالليل وعادي جدا كل حاجة فاتحة والناس كلها في الشارع وعادي جدا. ساعدي يقول لي لما فينا من الرجال ايوه مصر. فقررنا نروح في حته هاديه عشان احنا ملناش قوي في الحفلات وناكل اكله لذيذه. احنا دلوقتي الساعه 1 بالليل وما كانش في اي مطعم فتح غير ده، بس الصراحه طلع لذيذ قوي. جبنا ايه؟ جبنا لحم معجون. جبنا افضل الجبنه كفته. علي هيقول لكم الطريقه ناكلها حلو. دي هنا كده نحط عليها مثلا طماطمايه، نحط الاثنين عادي، نحط فيه شويه سلطه هنا كده، بعدين بقى ايه رشه ليمون، لازم ايه لازم الليمون ده انا بحليه كده اهو. طبعا الميه خدت اصلا بتجرب يعني بس ماشي. جامده. صح. وهناك كنا قاعدين في واحد من احلى الفنادق اللي روحتها في حياتي، وهو ذا بودروم اديشن، الفندق اللي معروف ان هو المكان اللي بيصيفوا فيه كل المشاهير. وفي الفيديو اللي جاي هحكي لكم كل تفاصيل عن الفندق ده، فما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتكتبوا لي رايكم ايه في الفيديو وايه الاماكن اللي كان المفروض اروحها في بودروم.